السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا متابعين؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. باقي القليل عن شهر رمضان المبارك، اللهم بلغنا رمضان واحنا في احسن حال، امين اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. من اكلات رمضان الجميلة بقى هنعمل النهاردة اكلة بجد حلوة جدا جدا، هتشرفك في عزوماتك، في مطبخك كده وعلى سفرتك، من غير تكلفة كده وعلى قد الايد، حاجة كده بسيطة في منتهى الجمال. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، بدأنا كده قطعنا شوية بصل حلوين كده، هنعصج النهاردة زي اكنك هتعملي عصاج لحمة بالظبط. كل اللي عملناه كده نزلنا بالبصل ونزلنا بشوية زيت لحد ما دبل معانا البصل كده ويطرى معانا، مش اخد لون ولا حاجة، لونه زي ما احنا شايفين فاتح وزي الفل. بعد كده بقى معايا هنا كبد وقوانص بتاع الفراخ. ايوه، احنا هنعمل النهارده اكلتنا سهله وبسيطه يعني كده. كل ما تجيبي فرخه كده لمي الكبده والقوانص بتاعتها، او لو انت حتى اطباق كده بتتباع في السوبر ماركت او عند بتاع الفراخ، هتجيبيها كده وتغسليها وتنضفيها. اهم حاجه اللي انت شايفاها كده، انا دبلت البصل عشان انا بنسوي الكبده والقوانص الاول، وبعدين الخطوه دي بتخليها لي جميله جدا جدا. مفيش فيها اي ريحه زفاره خالص، وكمان بتبقى جميله في التقطيع وسهله كده، ما بتتفتش معاكي ولا بتتبهدل. كل اللي انت هتعمليه كده، هتجيبي ميه طبعا وبتغلي وتحطي فيها بوكيه جرنيه جزر وكرفس وبصل وفلفل اسمر وحبهان، وبتسلقيها غلوتين اتنين كده، وبعد كده بتشيليها تقطعيها بالشكل ده كده. بعد كده بننزل عليها بالشكل ده، وببدأ تنزلي بالتوابل بتاعتك. التوابل عبارة عن فلفل وملح وبابريكا وفلفل اسمر ورشة من بهار اللحمة بالشكل اللي معانا ده كده، وهنقلبهم تقلبتين كده وخلاص. اول ما تاخد الطعم كده، الخطوة اللي معايا دي اختياري، لو انت حباها تمام، مش حباها مفيش اي مشكلة خالص. هنزل كده بشوية من اللحمة المفرومة، انت حابة تضيفي لحمة مفرومة تمام، مش حابة مفيش اي مشكلة خالص. وضفت كده معلقتين من الصويا صوص، لو انت عندك ما عندكش صويا صوص تقدري تحطي عسل اسمر، لو عندك مفيش اي مشكلة خالص. ورشة كده من الكركم بتاعنا. الخلطة حلوة والتتبيلة كمان جميلة جدا بتاع البهارات بتاعتنا. هنقلبها تقليبة كده، وزي ما قلنا هننزل كده بشوية شوية من اللحمة المفرومة. والخطوة اختياري، حابة تضيفيها تمام، مش حابة مفيش اي مشكلة خالص. بس اللحمة المفرومة بتديها طعم كده برضو، وبيبقى لها طعمها حلو يعني. تمام. اللحمة المفرومة كانت متعصجة عندي بالشكل ده، فنزلت بشوية صغيرين، وزي ما قلت لكم ان ده اختياري. بعد كده هديها تقلبتين كده مع بعضها، هي خلاص استوت معايا وزي الفل. هبدأ اشيلها بقى لما تبرد معايا، ويلا بينا على الخطوة اللي بعد كده. لو تلاحظوا معايا كده، انا عامله العصاج كميه كبيره، طبعا هقسمها كده اكياس على قد احتياجاتي، وهعينها ان شاء الله لرمضان، شهر رمضان ان شاء الله. في اي وقت بحتاجه بطلع الكيس واعمل صينيه البطاطس زي ما احنا عايزين. وقلت لكم زي ما قلت لكم بتبقى حلوه جدا جدا في العزومات بجد، كل اللي هياكلها عندك هتعجبه جدا، وهيسالك عاملاها ازاي. طعمها حلو وكمان موفره ولذيذه. بعد كده بقى معايا هنا بطاطس مسلوقه، طبعا انا سلقتها وقشرتها. بعد كده هنمسكها بقى نهرسها كويس جدا. ومن نجاح صينيه البطاطس بتاعتنا دي، ان انت لازم تهرسيها كويس جدا جدا، او تفركيها كويس جدا جدا. احنا هنعمل النهارده صينيه البطاطس البوريه. اهم حاجه زي ما قلت لكم، لازم تكون البطاطس معاكي ناعمه جدا جدا، ما فيش فيها اي قطع للبطاطس. تقدري كمان تضربيها بالهاند بليدر لو عندك، بتسهل جدا جدا، او الكبه او اي حاجه. بعد ما بهرسها بقى، بعد ما هرستها كويس جدا، بنزل عليها كده بمعلقتين بقسماط ناعم ومعلقتين فيجيتار، ده بيديها طعم حلو جدا جدا. وحوالي ربع كوبايه زيت علشان تكون طريه كده معاكي وناعمه، وكمان بالطين. وطبعا تقدري تزودي كل المقادير دي على حسب الكميه البطاطس بتاعتك، يعني تزودي المقادير او تقلليها على حسب صينيه البطاطس عندك كبيره او صغيره. وبعد كده نزلت كده بمعلقتين 3 من اللبن، ورشه ملح ورشه كمون ورشه فلفل، بس كده. بعد كده هنقلبه بقى كويس جدا جدا، وهتاخدي احلى صينيه بطاطس ان شاء الله، طعمها بجد تحفه، وبجد جربي ومش هتندمي. هنقلبه كويس جدا جدا، وزي ما قلنا اهم حاجه التقليب. شايفين ناعمه جدا جدا، مفيش فيها اي قطع او اي حاجه خالص. كل ما بتكون ناعمه معاكي بتبقى النتيجه معاكي ممتازه. بعد كده عندي الصينيه كده دهنتها بالسمنه، وبعد كده رشيت رشه كده من البقسماط. وعشان تسهلي عليكي بقى ان انت تفردي البطاطس في الصينيه من غير ما تاخد وقت معاكي، هاتي كده كيس افرديه بتاع تلاجة، افتحيه كده وضيفي شوية زيت كده بالشكل ده كده،
وافردي البطاطس واحدة واحدة كده، واعملي الطبقة الأولى في الصينية، وبعد كده هنعمل الطبقة التانية زي ما احنا شايفين مع بعض. زي ما احنا شايفين مع بعض كده فردتها على الكيس بارتفاع بسيط جدا جدا، خليها رقيقة ما تبقاش تخينة. يعني قسمي طبقة الصينية اللي معاكي، نسبة البطاطس اللي معاكي على الصينية بالنصين، نص هيبقى فوق ونص هيبقى تحت. زي ما احنا شايفين كده بفرد طبقة رقيقة خالص، ما تكونش تخينة. وكل ما بتكون الطبقة بتاعتك مش سميكة بتديلك طعم حلو كده مع الحشوة بتاعتنا ان شاء الله. بتبدأي كده تعملي باقي الخطوات نفس الطريقة كده لحد ما نكمل الصينية كلها بالشكل ده كده. وبعد كده بسويها برضو بالكيس كده، بتبقى سهلة عليا بعد جدا، بحيث ان احنا متبقاش حته في الصينيه تخينه وحته رقيقه. بنسويها كده لما تبقى متساويه مع بعض بالشكل اللي معايا ده كده. بعد كده هنزل بالحشوه بتاعتي في الصينيه. والحشوه زي ما قلنا قبل كده ان هي عباره عن كبد وقوانص ولحمه مفرومه اختياري، حابه تضيف اللحمه مفيش اي مشكله، مش حابه خلاص برضو حاجه ترجع لك. وباقل الامكانيات هتعملي احلى صينيه هتساعدك جدا جدا، وحاجه كده على قد الايد. والحشوة دي كمان تقدري تستخدميها في المكرونة البشاميل، بجد بتبقى حلوة جدا جدا. في ناس بتحب المكرونة اصلا بالكبد والقوانص. بعد ما فردت الحشوة كده في الصينية على البطاطس بتاعتنا، هبدأ انزل بالطبقة التانية من البطاطس بتاعتي، وبرضو هسويها كده واحدة واحدة بنفس الطريقة زي ما عملت الصينية في الاول زي ما احنا شايفين كده. وهتجيبي بقى كيس كده تحطيه على وش الصينية كده وتسويها كويس جدا جدا زي ما قلنا، بحيث ان يكون لها تبقى حتة واحدة وكلها قطع متساوية، عشان تبقى الصينية بتاعتك شكلها حلو كده وجميلة ان شاء الله. بعد كده هترشي رشه كده من البقسماط، رشه بسيطه خالص كده، بتديها برضو في التحميره اما بتدخلها الفرن بتديها لون حلو كده ذهبي وجميل. وبعد كده رشه من الزيت كده، حاجه خفيفه كده. وبعد كده دخليها الفرن، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. ان شاء الله الصينيه تعجبكم، الاكله تعجبكم بجد، حلوه قوي قوي. جربوها في عزوماتكم كمان هتفرق معاكم، ومش مكلفه خالص. هي كل الموضوع شويه بطاطس وشويه كبد وقوانص زي ما قلت لكم، تقدري تستغني عن اللحمه المفرومه خالص. بعد كده بقى لازم نقطعها قبل ما ندخلها الفرن. عندك اختيارين، يا اما تجيبي زيت وتحطي السكينه فيه وتقطعي، او تجيبي ميه. انا بفضل الميه علشان الزيت ما يبقاش يعني نسبه الدسم في البطاطس ما تبقاش كتيره كده، وتبقى حاجه خفيفه معاكي كده وانت بتاكليها. تمام. وكمان البهارات رشه من كل حاجه كده، ما تزوديش البهارات عشان ما تغيريش طعم الحاجه بتاعتك، وتبقى الصينيه معاكي مظبوطه كده وخفيفه كمان على المعده. تمام. بعد ما بنقطعها بقى كويس جدا جدا كده، بنكون مشغلين الفرن كده يكون دافي. وبعد كده هندخلها بقى الفرن على درجه حراره متوسطه لحد ما بتاخد اللون معانا الذهبي الجميل. وهنشوف بعد ما تاخد اللون بتاعها هوريكم شكلها برضو. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. لو وصلت معايا لحد هنا متبخليش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناه. لو اول مره تشوف قناتنا يسعدني ويشرفني انضمامك لاسرتنا الكريمه والعائله بتاعتنا. وده كان شكلها النهائي بعد ما خرجت من الفرن. اللهم بارك، شكلها في منتهى الجمال والطعم كمان، بجد حكاية لازم تجربوها ان شاء الله. واتمنى الفيديو يكون عجبكم واكون افدتكم ولو بمعلومة بسيطة. طبعا بتقدمي معاها رز بشعرية او رز حباية وحباية او عيش زي ما تحبي. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تبخلش علينا باللايك والشير ليستفيد الجميع. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. اللهم بلغنا رمضان في أحسن صحة وبأحسن حال.